سلام البنات، مرحبا بكم. طلبتوا مني شحال من خطره ندير لكم فيديو تاع الديول، وراني جيتكم اليوم بالفيديو تاع الديول بادق التفاصيل الممله. باش نديرو الديول لازم لنا هنا رطل تاع سميد. انا نخلط، درت سميد دقيق الموايه متوسط ورطل واحد اخر درتو رطب. هذا سميد اكيد راح تسقسوني، هذا المتوسط راهو اغوديف، والرطب درت ماما. كي نجمعوهم بيان سور راح يولي كيلو سميد اللي رايح يخرج لنا 5 طزينات باذن الله. فوالا هذا هو رطب ماما معروف، يعني نخلطهم مليح. راه قريب رمضان ان شاء الله يا ربي، طولة العمر ان شاء الله، ونحضروهم ونوجدوهم. هنا درت مغرف تاع قهوه تاع ملح، لازم نملحوهم البنات. عندي هنا راني جبت لكم المقادير المضبوطه. درت لتر ماء من العين، نبدا نطم فيه غير بالعقل، ندير غير بشويه، ما نضخموش بالماء ضربه وحده نرمو الماء دفعه وحده، لا نرمو غير بالعقل حتى نطموه. ما نديروهم جاريين، ما نديروهم يابسين، يعني العجينه تاع الديول ما تجي جاريه ما تجي يابسه. درك تشوفوا معايا كامل المراحل. نبدا نطم هكا، طبعا ديول نديروهم بسنيوه تاع نحاس مباشره على النار. انا ما نحبش تاع البخار، وما نحبش تاع البانسو، وما نحبش تاع الفارينه، وما نحبش اللي مخلطين. السميد يعني 100% السميد. نطم مليح العجينه ديالي. على بالكم باللي السميد المتوسط يشرب بزاف الماء، ماشي كيما رطب. والسنيوه تاع النحاس البنات، ومن بعد نلحقوا نهضروا عليها مليح، تكون مقزدره. كاين يعني كيما حنا هنا في العاصمه، كاين في نواحي القصبه يقزدروها باب عزون، لا عفوا زوج عيون، يقزدروا السنيوه. سينو كل واحد يشوف المنطقه تاعو وين يقزدروها. يعني هو يدير له نحاس ابيض، هي تكون حمراء ويدير لها واحد شغل طليه هكذا فضي. اللي ما عندهاش وما توفرش هاد يعني ما كاش المحلات اللي قصدروا. شوفوا هنا العجينه كيفاش راهي، شوفوا هذا كامل يشرب. قلت لكم اللي ما عندهاش المحلات اللي قصدروا السنيوات، تقدر دير بالشحمه تاع الغنم تاع الغنمي. هنا راني جبت ماء دافي، وجبت ساشي يكون كيس غذائي نشمخو باش ما تلصقش فيه العجينه، ونطم هذيك العجينه كامل داخل هكذا، ونزيد نرمي لها شويه تاع ماء. كما قلت لكم السميد المتوسط يشرب بالماء، ونحطها بتجيه هكذا، ونخليها ترتاح لمده ساعه. هاوليك واش بقى لنا، يعني قريب نص لتر، ممكن اقل. هنا بعد ساعه راني جيت العجينه تاعي، راني نضرب فيها هكا ضربات، ما نقطعوش العجينه تاع الديول، نضربوها دبازي. نكمل هذاك الماء اللي بقى لي، ندير هكا نضربها بالدبازي كما يقولوا، وراني ندخلها في الماء. راني سرعت هنا الفيديو خاطر شي يجي بزاف طويل، ديجا راه جا طويل. ندخل الماء، ندير تدريجيا الماء، ما نديرش دفعه واحده تغلبنا. هاوليك هنا راني شربتها مليح، سرعت الفيديو الله غالب. نبدا نخبط الديول، هو الخبيط لازم نخبطوهم البنات. هاني نطم فيها نشرب. هنا بديت نخبط،
قد ما تخبطيهم يجوا ملاح، تخرجي العلك كما نقولوا تاع العجين. نضيفوا الماء تاني. شوف المبتدئات يعني الماء ما ديرهمش جاريين بزاف. نخبط فوالا. قعدوا غير تخبطوا فيها قد ما تخبطوا مليح. تحبوا تخبطوا بشويه وتروحوا تريحوا وديروا حاجه واحده اخرى تعاودوا تولوا تخبطوهم تاني مليح. نقعد غير نخبط فيهم فوالا. نزيد الماء او بقى لي تقريبا كاس. دوك نكيله لكم البنات باش تشوفوا في الريتله في كيلو سميد شحال رفد لنا من الماء، من الكميه تاع الماء. هنا راني نخبط فيها ندخل الهواء. خبطوا مليح هكذا. شوفوا حتى تولي يعني متلوقه بصح كما روحها فيها العلك. انا راني زدت، نتوما تقدروا المبتدئات تقدري تحبسي درك هنا ما تزيديش الماء باش تقدري تتحكمي فيها من بعد. هاي ليك هنا جبت باسينه بيان صغير يعني نشمخو في الماء بالماء باش ما تلصقليش فيه العجينه، ونطمها كامل ونرفدها. شوفوا تجي كيما شوينغوم هكذا. نطمها كامل ونخليها ترتاح شويه. نجيب هنا بابي فيلم ونغطيها ونخليها ترتاح نص ساعه. انا هنا ما خليتهاش بزاف، ارتاحت حوالي ربع ساعه ورجعت ليكم. فوالا هكذا نغطيها مليح ونخليها. هاي ليك بعد ربع ساعه. هاوليك واش بقالنا في القرعه تاع الماء. حنكيلها لكم باش تشوفوا. فوالا جا قعد كاس، قعد تقط طرف القرعه كاس. وانا زدت درت شويه، نتوما ما ديروش المبتدئات ما يديروش هذاك شويه اللي زدتو هكذا. ونخبطها يعني التصوير كنت مجينيه في التصوير. هذا كامل ما تزيدوش المبتدئات ما يزيدوش الماء. ندخل مليح هذاك الماء نشربو مليح في العجينه ونخبط ديول. قلت لكم قد ما تخبطوهم يجوا مليح يجوا ملاح. فوالا هكذا. انا شرب لي لقيتها السميد هذاك شرب لي الماء على بها راني زدت. سينو نورمالمون كي تريح نص ساعه ساعه ما نزيدش نعاود نخبطهم. مي كوم لقيتو شرب ونشفت راني زدت. شوفوا كيفاش تجي ما تتقطعش. نجبدها للفوق ما تتقطعش هكذا. نخبط هاي. شوفوا البنات كي نرفدها هكا ما تقطعليش. واش بقالي تقريبا نحيت منه هذاك 2 دوا. الكاس اللي بقالنا نحيت منه 2 دوا تاع الماء يعني قيس قدر اصبعين تاع الماء هكذا. كي نقطعها فوالا هاي ليك تلعب في يدي. شوفوها كيفاش تولي تلعب يعني داك العلك يكون الجلوتين هذاك نكونوا بيان خدمناه هكذا. نروحوا للسنيوه البنات. هنا هاي ليك السنيوه تاع نحاس. انا هذه يعني مقزرتها يعني قديمه عندي حصراه. هنا لصقتها يعني تقبتها في الجوانب ودرت السلك ولصقتها في الكغياج تاع الكوشه باش تجيني سهله كي نكون نضرب فيها كي نكون نخبط في العجينه ما تتحركليش السنيوه.
هنا راني نوريكم كي كون نخبط في العجينه. هذه هي. نروحوا للنار، النار تكون هاديه، تكون فريمون ناقصه النار. من الجهه اليمنى، اليد اليمنى اللي نخدم بها، نحط كاسرونه تاع الماء والعجينه ديالي وهذا البوشون يعني تاع بلاره ولا عندك مغرف تاع حطب ولا اللي نقطع به. ودوك تشوفوا واش ندير به. هنا في الجهه اليسرى نوجد طرشونه يعني زوج سريبتات باش نحط فيهم ديول. نجي هنا نقطع العجينه القدر اللي حابه نخدم به. فوالا شفتوا كيش تتعلق. فوالا هنا وتعاود لي المقطع زوج مرات. فوالا نلعب بها هكا في يدي شويه ونروح نضرب فيها في السنيوه، يعني نروح من الفوق ونعاود نطلع، نحبط ونعاود نطلع، شغل راني نبياسي فيها هكذا. وهذوك اللي يجوا هكا حبات نحاول نبلاطيهم، وكي تكون فراغات نبياسيها. ان شاء الله تكون راهي تبان لكم هاي الصوره واضحه يا ربي. هذاك البوشون هاوليك واش نديرو به، نقطعو به الطرف باش تطلع لنا الورقه تاع الديول. نبدا نطلع باليد، توجور تكون عندي يد نظيفه، نبدا نطلع بها ونجبد الورقه ونحط مباشره. يعني الحرشه نحطها من التحت والرطبه تجي من الفوق. فوالا هاي الحرشه والرطبه راهي من الفوق، ومن بعد تجي فوقها الحرشه والرطبه من الفوق. السخونه العجينه اللي درنا بها سخونه نحطها على الطرف، خلوها تبرد، ما نمسوهاش حتى تبرد. نعاود نزيد نقطع طرف واحد اخر هكذا، نطمو مليح في يدي ونروح نضرب. هنا راني نروح بالطول للعرض هكذا، طريقه واحده اخرى يعني نروح هكذا ونعاود نولي نزيد نغلق وين نلقاها شويه ماشي نسوديها. فوالا بهذيك البلاستيكه نبداو نطلعوا الجوانب تاع الورقه تاع الديول تاعنا، وبيدينا هكا نطلعوا باش نتاكدوا بلي ما راهيش حاصله كيما نقول ماهيش لاصقه، باش كي نجبدوها ما تقطعش يدنا، توجور تكون نظيفه كي نجبدوا بها. فوالا هكذا نجبدوا غير بالعقل تتنحى وتجي ما شاء الله تشهي رقيقه. فوالا نحطوها فوق الاخرى يعني الحرشه. هنا شوف فوالا حنوري لكم هنا الحرشه نعاود نقلبها تجي الرطبه من الفوق والحرشه من التحت. فوالا جوست باش نوري لكم، خاطر شكون نحطوا الرطبه مع الرطبه تلصق. هنا راني عاودت لكم وحده، شوفوا من الفوق لتحت نعاود يعني نقرب العجينه، شغل راني نبياسي فيها، خاطر لو كان تبعدي تتقطع من بعد كي تجي حتى تجبديها تقطع. نبياسي واش فوالا يجوا حبيبات هكا نحاولوا نلبزوا عليهم هكا باش يرطابوا، باش ما تجيش خشينه. ندور توتور بهذيك الغطيوه هذيك ونطلع كما نقولوا شنايفها، نطلعوها هكا في الجوانب ونشوفوها حاصله نسلكوها ونجبدو. ما شاء الله تجي ورقه الديول خفيفه ورقيقه ما شاء الله، يجوا يقرمشوا ما شاء الله عليهم. هامليك هنا الديول تاوعنا نخلوهم يبردوا بيان سور. فوالا هامليك كيلو سميد هذاك يخرج لنا 5 طزينات. خلوهم حتى يبردوا باش نمسوهم. بعد ما بردوا البنات هنا رانا حسبنا يعني كل طزينه درنا فيها 12 ورقه، خرجت لنا 5 طزينات ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيفاش جاو البنات. هنا كي نبداو نقسموا فيهم البنات لازم ننفضوهم هكذا باش نسيباريوهم بلا ما نقطعوا، هكذا نحكموا بشويه
ونخبطو هكا فوالا هكذا، يد من الفوق ويد من التحت ونخبطو يتفتحوا وحدهم. هاملي كيفاش يتورقوا، سيسوهم بيان سور. هذه العمليه طبعا نديروها حتى يكونوا يبردوا نقول واحد زوج سوايع 3 سوايع فوالا هكذا، زوج سوايع 3 سوايع باش نديروا هاد العمليه، ما تمسوهمش كي يكونوا سخونين. هامليك الديول تاوعنا جاو ما شاء الله، شوفوا يدي يعني راهم بانوا من التحت، يجوا يشهوا للمملحات ولا للمعسلات كيف نفس الطريقه، تبدل غير لافاخس. فوالا نبداو نحسبوا فيهم ونديروا طزينه لي طزينه نقولوا لها يعني فيها 12 ورقه، ولا تحبوا ديروا 10 ورقات نتوما واش حبيتوا. يتحب ديرهم مشروع راه مشروع ناجح 100%. تتفاهم كيما نقولوا قريب رمضان، في شعبان ان شاء الله تتفاهم مع كاش جواج تخدم معاه. راهم 7000 هاد العام ان شاء الله، راهم 7000 للطزينه. كل منطقه وكيفاه، كاين 8000 كاين 10000. السعر يختلف من منطقه لمنطقه اكيد. حلوهم غير بالعقل، نسيسوهم. هنا رانا درنا الطزينه تاوعنا البنات، دوكا نروحو كيفيه الاحتفاظ بهم. انا عندي هادوما لي ساشي دو كونجيلاسيون، يعني غذائيه، كيس غذائي. ندير الطزينه ونديرها لداخل هكذا. اللي تلقى هادوك الكبار ديرهم مفتوحين ديول كيما اللي يتباعوا هادوك اندستريال، سينو ديريهم هكا على زوج، كونجليهم، وكي تكوني معوله طيبيهم تجبديهم واحد نص ساعه برك تمتم، تقولي درك طيبتيهم. هذه هي البنات، ان شاء الله كنت يعني في حسن ظنكم، راني درت لكم كلش بالتفصيل، وبقاو على خير.